في 4 طرق احنا ممكن نستخدمهم علشان نتكلم عن المستقبل، وتقريبا يعتبروا ال4 دول كأنهم مراحل مختلفة لمخططاتنا أو خططنا عن المستقبل. فتعالوا نشوف. أول مرحلة اللي هي لو أنت حد بيكلمك ويقول لك هتعمل إيه next weekend، وخد بالك إن next weekend اللي هي الأسبوع الجاي، لكن this weekend اللي هي الويكند اللي هي جاية على طول. فلو حد بيسألك هتعمل إيه next weekend وأنت ما عندكش خطة، لكن جه في دماغك فجأة إن أنت ممكن تسافر، فبتقول I will travel، وعشان تختصرها بتقول I'll travel. فاحنا هنا بنستخدم will مع الفعل في المصدر الانفينيتيف، وده بيستخدم علشان نتكلم ونوصف spontaneous decision making، اتخاذ القرار اللي بيكون في ساعتها، أو التنبؤات عن المستقبل. يعني مثلا ممكن أقول I think it will rain tomorrow، أنا أعتقد إن هي هتمطر بكرة. فده تقريبا بيبقى حاجة نسبة حدوثها 50%. لو عندك plan، عندك خطة بس أنت ما عملتش حاجة ناحية الخطة دي، بس ممكن تكون مثلا كلمت حد واتفقتوا على دوت، فمثلا أسألك what are your plans for the next weekend، فأنت ترد وتقول I'm going to travel. فبنستخدم verb to be اللي هو am is are مع going to والinfinitive والفعل في المصدر علشان نقول ان احنا عندنا plan، عشان نعبر عن المعنى بتاع ان احنا عندنا plan. فايوه احنا بنستخدم قواعد الجرامر علشان نعبر عن المعنى. فالجرامر هو مش مجرد قواعد نحوية وخلاص، لكن هي قواعد بتعبر عن المعنى اللي احنا عايزين نقوله وعايزين نوصله للي قدامنا. واحتمالية حدوث الحاجة لما بنستخدم فيها be going to مع الانفينيتيف بيكون 70%. لو انا بقى عندي ما يسمى بالfinished plan أو completed plan أو future arrangement، يعني أنا عندي البلان كاملة، أنا حجزت التيكتس، أنا عملت booking للaccommodation اللي أنا محتاجه ومجهز كل حاجة، يبقى هنا بنستخدم present continuous المضارع المستمر. فإحنا ممكن نستخدم present continuous علشان نتكلم عن المستقبل، بس في حالة إن تكون الخطة بتاعتك هي مكتملة، فساعتها بترد وتقول I'm traveling next weekend، أنا مسافر، أنا أكيد مسافر. فهنا نسبة الحدوث هي 90%، يعني لو ما حصلش حاجة خلتني ما سافرش. وكده دي ال3 مراحل. المرحلة الأولى 50% I'll travel، المرحلة الثانية 70% I'm going to travel، والمرحلة الثالثة هي 90% وهنا I'm traveling، وسايبين بس 10% دي يعني عشان المستقبل مش في ايدينا. طب انا قلت لك ان في 4 طرق. ايه الطريقة الرابعة؟ الطريقة الرابعة هي present simple المضارع البسيط. فاحنا ممكن نستخدم present simple في المستقبل بس في حالات معينة. ايه هي؟ لو بنتكلم عن تايم تيبل، جدول بتاع حاجات معينه، زي مثلا الجدول بتاع التلفزيون، في فيلم هيتعرض بكره، فاحنا في العربي بنقول هيتعرض، لكن في الانجليش احنا ما بنستخدمش future form للكلام دوت، احنا بنستخدم present simple. فبنقول مثلا the movie starts at 8 tomorrow night، الفيلم هيبدأ الساعة 8 بكرة بالليل. starts present simple مع future. ممكن كمان نستخدمها للسكادجولز بتاعة الترينز، برضو للباسز اللي ليها schedule، أو الفلايتس الرحلات بتاعة الطيران. فممكن أقول my flight departs at 8 tomorrow morning، أو the train leaves at 8 tomorrow morning. ومع القطر بنقول leaves، ومع الفلايت أو رحلة الطيران بنقول departs أو takes off. بكده نكون خلصنا الفيديو دوت. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير. لو عندك أي سؤال اكتبه في الكومنتس. Thank you for watching and see you next time.